يا اخي الجماعة العلمانيين والملاحدة دول مضحكين جدا. يعني هم سابوا مصيبة إبستين والبلاوي اللي هو عملها في العالم والفضايح اللي شغالة، وماسكين دلوقتي بقى ايه في الدين والمشايخ، ويقول لك وطء الطفلة ووطء الصغيرة. طب يا جماعة هاتوا لنا حادثة حصلت بس عن وطء صغيرة، لا ما عندناش. طب هاتوا لنا حاجه تثبت كلامكم، لا لا اصل ما فيش. اصل النبي صلى الله عليه وسلم اتزوج السيده عائشه وهي بنت 9 ودخل عليها بنت 11. طب يا جماعه ده كان وقت والنهارده وقت تاني، هل ده بيحصل دلوقتي؟ لا لا ما بيحصلش، بس احنا ماسكين في الموضوع. طب انتوا شفتوا حالات؟ لا لا ما فيش. طيب هيجين ليه؟ اصل انتوا بتقولوا وطء الصغيره. طيب ما احنا بنقول وطء الصغيره، الحديث هو اللي بيقول كده، لو جسمها يسمح. دي حاجه. الحاجه التانيه، الكلام ده ما بقاش يحصل. ليه؟ لأن الكلام ده دلوقتي مرفوض قانونا، ومفيش كتب كتاب، فازاي هتتزوج واصلا هي مش كاتبه كتاب؟ هتكتب عرفي، ده مخالف للقانون. لو حصل للبنت حاجه اهلها هيروح في 60 داهيه. حلو الكلام. بتحصل في بعض الاماكن، بتبقى بالاتفاق كده، ولكن الموضوع مش قانوني. فاذا يعني ولا الشرع دلوقتي شغال بيه يعني بيجيزه، ولا القانون بيجيزه. طيب دلوقتي انتوا هيجين ليه؟ ومع ذلك حضراتكم بتبيعوا حاجتين بقى. ايه هي؟ العلاقات اللي خارج اطار الجواز، تقول أصل ده سن مراهقه، وخليهم العيل خليه يعدي المراهقه بسلام، وخليه يجرب وخليه يعمل، والواد يمشي مع البت في الحرام، بنت 14 بنت 15 بنت 16، والحالات كتير. ماشي. وتلاقي بعد كده مصايب، وطالع لها نودز، وطالع لها مش عارفه ايه، وصور وهباب ازرق. وبعد كده تشتغلوا لنا بقى في ايه؟ ان عفه البنت مش في الغشاء، عفه البنت في طهارتها وفي كرامتها وفي ادبها وفي اخلاقها. ماشي. وواحده واحده بقى ايه، واحده واحده احنا بننسلخ اهو. انما الجواز لا، انت ازاي تطأ الصغيره اقل من 18 سنه وتقيموا علينا الحد؟ انما علاقات خارج اطار الزواج دي مراهقه، ويا عم بكره يعقلوا. حلو الكلام. اه تاني حاجه، لما يجي مثلا موضوع الشواذليه، يا جماعه الشواذليه ما ينفعش، دي حريات، انتوا ازاي ضد الحريات؟ كل واحد حر، انتوا ازاي ضد حريات الاقليات؟ اللي عايز يحول الجندر بتاعه او الجنس بتاعه ده حر، هو مش حاسس بنفسه في بيئته في جسمه ده ان هو كراجل او كست، وعايز يحول، هو حر. اتنين مش عارف حريم عايزين يبقوا مع بعض، هم احرار يا اخي. انتوا ازاي ضد الحريات؟ وازاي بتظلموا الاقليات؟ وازاي بتهينوا الاقليات؟ انما الجواز بقى وطئ الصغيره، اياك تطأ الصغيره، عيب. انما كل الحاجات دي مفيش مشكله فيها. طب المساكنه يا جماعه، بيجربوا بعض يا اخي، الاتنين بيجربوا يا اخي ويشوفوا ايه المشكله في المساكنه. وتلاقي ده طالع يقول لك انا مفيش مشكله بيني وبين المساكنه، عادي. واحد يبقى قاعد مع واحده عايش معاها في الحرام، ماشي، وعمال يتنيل معاها ليل نهار، وابوها وامها عارفين، طبعا كان على العلمانيين، ماشي، ويقول لك عادي حره، براحتها يا اخي. انما الشرع ربنا لا، ازاي تطأ الصغيره لسه جسمها ما بلغش؟ انما تمشي مع واحد في الحرام عادي، تساكن واحد في الحرام مفيش مشكله، اتنين حريم مع بعض عادي، اتنين رجاله مع بعض هم احرار يا راجل. انما كده تطأ الصغيره ما ينفعش. فيعني يا جماعه بطلوا هياج، بطلوا هبل. ماشي. ما تقعدوش تنظروا على الاسلام والمسلمين في حديث في الوقت الحالي ما بيحصلش اصلا، والناس ما بتعملهوش اساسا. ماشي. وجايين بقى تنظروا علينا. خليكم في بلاوتكم وخليكم في خيبتكم، وشوفوا الفضايح اللي طالعه من الغرب العلماني، اللي عمالين ايه، انتوا هتموتوا وتبقوا زيه. هي دي فضايحه، هي دي بلاويه، هو ده الفكر الحيواني بتاعه. ماشي. وما تجوش تسيبوه كل ده. يا راجل ده في 6 مليون وثيقة، في 6 مليون بلوى، ماشي، طالعين لأشخاص عاديين وأشخاص حكام وأشخاص مش عارفة إيه، وكلها تقديم قرابين للأطفال. يعني يقدموا الأطفال قرابين تسكتوا، ماشي، إنما وطئ الصغيرة لا، حرام، ما ينفعش. إنما ناخد طفلة صغيرة نقدمها قربان للشيطان عادي. ماشي. والفيديوهات والتسريبات مفيش تسريبات دلوقتي، كله على عينك يا تاجر، والناس ساكته. فيعني اتلهوا في وكستكم واتلهوا في مصيبتكم،
وملكوش دعوه بالدين الاسلامي وملكوش دعوه بالمسلمين ايا كان بقى نوعيتكم. انا مش عايز اذكر شرايع ولا اذكر اديان، عشان كل واحد يعني لو جبنا له غسيله هيروح في 60 داهيه. تمام؟ ومن غير